مطاعم عالمية راقية في الرياض وأسعارها في المتناول، اوعى تفوتك لو انت في العاصمة. ونبدأ من ليسن فالي، واحد من أرقى المجمعات الموجودة في الرياض، واللي بيجمع بين الديكور المميز والمساحات الخضراء والتصميم المعماري الراقي جدا. تحفة معمارية في قلب الرياض. وهتلاقي هنا تجمع بين كافيهات ومطاعم عالمية كتير. بس احنا جايين اسادور دي اراندا للمرة التانية، لكن المرة دي مميزة. ولو مش عارفين فده أرقى مطعم أسباني في الرياض، وواخد جوائز عالمية كتير جدا، منها إنه أفضل مطعم أسباني في العالم وأفضل مطعم أوروبي في الرياض. مكان راقي جدا وكل تفصيلة في الديكور مميزة بتنقلك لقلب برشلونة. وطبعا بعد اللي سمعتوه ده كله هتعتقدوا إنكم عشان تيجوا هنا هتدفعوا كتير، بس أنا جاي أغير نظرتكم شوية عن المطاعم الراقية واللي ممكن تقضي فيها يوم تسيب فيه ذكرى للعمر مع شريك حياتك، وهي عن طريق السيت منيو. يعني تطلب الطلب مع السلطة والرز وتدفع في رينج ال 150 ريال. زي الفخدة دي، عبارة عن بيبي لام بتيجي من اسبانيا مخصوص في طياره عشان تتقدم هنا، وبتنزل مع الرز والسلطات وتكفي اتنين كويس. بس اول ما بتقعد بينزل لك خبز الفوكاتشا ضيافه مع زيت الزيتون الفاخر والزيتون، وبعد كده تطلب البيبي لام اللي قلنا عليها، وبينزل معاها سلطه بسيطه لكن طعمها مميز جدا. وبالنسبه للفخده فده خروف ما شربش غير حليب، بس طعم اللحمه بيدوب في البق حرفيا، ومختلفه عن اي لحمه اكلتوها قبل كده. الطعم ده مش هتاكلوه في اي مكان تاني. وما تنسوش تجربوا الكريم بروليه عندهم، انا بعشق الطبق ده. وبالنسبه للسيت منيو ففي اطباق تانية برضه تقدر تدفع للفرد في نفس الرينج اللي اتكلمنا عنه. وعشان نختمها بتجربه اسبانيه كامله وانت خارج، موجود عندهم كورنر بره المطعم بيقدم الشورز الاسباني. وده مش مجرد مطعم، ده ذكرى وتجربة متكاملة هتستمتع بكل لحظة فيها. كده الفيديو خلص، اشوفكم على خير، سلام.